هذا البرنامج الذي نعرضه عليكم كل ليلة في ليالي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. وبادي ذي بدء نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، ونحمد الله سبحانه وتعالى نحن وإياكم أن بلغنا هذا الشهر الكريم، كما نسأله أن يعيننا على صيامه وقيامه والاستفادة من دقائقه وثوانيه في طاعته سبحانه. مقاصد السور من أهم ما ينبغي أن يدرس وأن يتذاكر في المجالس، وخاصة في شهر رمضان المبارك، إذ هو هدف سام من أهداف القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف تعرف أن هذا القرآن هدى؟ كيف تعرف عن مقاصده وأهدافه وثماره وما يرمي إليه من أحكام ومقاصد جليلة وعظيمة، بدءا بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. كل سورة من هذه السور لها أخلاقها ولها ثمارها ولها أهدافها الذي ترمي إليه. وهذه السورة أيا كانت هي تحاور وتدور حول معنى سامي يريد الله عز وجل هدايته لك أيها الأخ المسلم. لذلك حينما تدرس مقاصد السور ومعانيها وأهدافها تعرف عظيم مكانة هذا القرآن، وتعرف أنه رحمة وذكرى لك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم كتابا يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. من هنا نعرف معنى قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا كانت سورة الفاتحة فيها جميع معاني القرآن الكريم، فإنك تنتقل بعدها إلى سورة البقرة التي فيها أقسام الناس وفيها مستوياتهم من حيث الطاعة والمعصية، ثم تذهب إلى سورة آل عمران فتجد أن مقصدها ترسيخ التقوى والدعوة إلى الصبر والتحذير من المعاصي والذنوب. وهكذا تنتقل إلى سورة النساء فتجد العجب العجاب. معرفة هذه المقاصد وأهداف هذه السورة من أولها إلى آخرها يجعلك مؤمنا قويا. لا أريد أن أستأثر بالحديث عن مقاصد السور في هذه الجلسة، فهي فاتحة شهر رمضان المبارك من هذه الليالي. أستضيف في هذه الليالي كل ليلة ليلة بعد ليلة، فليلة باللغة العربية وأخرى باللغة التجرينية إن شاء الله مع فضيلة الشيخ محمد عبده وفضيلة الشيخ محمد عبد الله. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ حسن سلمان الذي سيصحبني إن شاء الله، أو أنا سأكون مرافقا لشيخي في هذه الليالي الطيبة حول مقاصد سور القرآن الكريم. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله طاعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة، وأن يجعلنا من يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وممن يقومه إيمانا واحتسابا، وممن يدرك ليلة القدر ويقومها إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا كما جعلنا ندرك هذا الشهر، يجعلنا أيضا نكمله ويتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياكم الله يا شيخ حسن. كنا في العام الماضي نتحدث عن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وقبله تكلمنا عن هو الله،
وهذه السنة خصصنا هذا البرنامج في لياليه أن نتحدث عن مقاصد من الذكر الحكيم. لا نستطيع أن نمر على 14 سورة في 30 يوما، ولكن سنأخذ إن شاء الله مقتطفات من هذه السور. سألنا الله تعالى أن يوفقنا وأن يرفع بها درجاتنا ويقوي بها إيماننا ويقيننا. في بداية هذه الحلقة نريد مدخل أن نفهم ما المقصود من مقاصد السور وأهدافها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منذ أن كانت بداية الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من وظائفه الأساسية كما جاء في قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم الكتاب، وكان من مهامه أن يبين للناس ما نزل إليهم، وكان من مهامه أن يعلم الناس أحكام هذا الدين، حلاله وحرامه وعقائده وتصورات هذا الدين وطبيعة هذا الدين. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا عظيما، وهو الذي درج المسلمون على أن يطلقوا عليه علم السنة أو علم الحديث أو علم الأثر، بمعنى بيان هذا القرآن العظيم. ثم جاء بعد ذلك الذين الخلفاء ومن بعدهم كذلك من أهل العلم، فتراكمت عموما العملية التعليمية أو العملية العلمية إلى أن دونت كثير من العلوم. وكان من أعظم ما اهتم به المسلمون كتاب الله سبحانه وتعالى ومدارسته والتفكر فيه والتدبر فيه والنظر في دقائقه والنظر في بيناته وبراهينه والنظر كذلك في منطقه، إلى أن وصلنا ما نسميه نحن الآن بعلم مقاصد السور. بمعنى هو من العلوم التدبرية، يعني من العلوم التي يستنبطها العلماء من خلال التدبر في كتاب الله، والتدبر الذي هو غاية هذا التنزيل. يعني أراد الله تبارك وتعالى كما تلوت أنت في بداية الحديث: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فمقصد التدبر سينتج لنا منظومة من المفاهيم، منها النظر في الكليات الكبرى لهذا الدين. ما هي مقاصد القرآن الكريم؟ فبدأ العلماء ينظرون إلى المقاصد الكلية للقرآن، ثم بدأوا ينظرون إلى ما يمكن أن نسميه بغايات القرآن. فمثلا كل آية في كتاب الله ترد مثلا: لعلكم تعقلون، لعلهم يتدبرون، لعلهم يتفكرون، لعلكم ترحمون. كانوا ينظرون إليها بأن هذه غاية من الغايات يجب التركيز عليها، فكانوا ينظرون إلى مقاصد كلية وإلى غايات أيضا مبثوثة في وسط هذا الكتاب. فكثير من العلماء مثلا ألف في هذا المجال واهتموا بها فيما يعرف بقضايا علوم القرآن الكريم. ولكن في البدايات كان الاهتمام بالناحية الإعجازية، كانوا ينظرون إلى معنى الإعجاز، لأن كثير من الفلسفات وأهل الكلام كانوا يميلون إلى التشكيك في القرآن الكريم. فكان العلماء يهتمون بالنظر في القرآن وتدبر القرآن والنظر في إعجاز القرآن، إلى أن وصلوا إلى ما نسميه الآن بقضية المقاصد الكبرى للقرآن، ثم المقاصد الجزئية لكل سورة. فمثلا تلاحظ بأن الذين تكلموا في مقاصد القرآن لاحظوا بأن والله مقصد الحق وبيانه وظهوره وإعلانه والتعبير عنه مقصد من المقاصد الكلية للقرآن. مثلا مقصد الخير أيضا لوحظ بأنه مقصد من المقاصد الكبرى للقرآن. مقصد التعبد لله سبحانه وتعالى أيضا لوحظ بأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقرآن يركز على معنى التعبد، يركز على معنى الخير، يركز على معنى الحق، يركز على معنى العدل، يركز على معنى الصدق. هذه نظروا إليها بأنها مقاصد كلية، هذه مقاصد كلية للقرآن الكريم. طيب، بدأوا ينظرون إلى كل سورة، قالوا والله كلمة السورة هي مثل التسوير، كأنما هنالك سور أحيط بهذه الآيات التي وردت. فنظروا إلى أن والله ما دام أن القرآن جاء في شكل سور، والتسوير هي حالة إحاطة، معنى ذلك أن كل سورة من هذه السور لها معنى ولها مقصد،
ويفترض من أولها إلى آخرها تدور حول إيه؟ حول مقصدها الكلي، حول مقصدها الكلي. قد تدور من حيث الإثبات، وقد تدور عليه من حيث المدافع عنه، وقد تدور من حيث المآلات التي ينتهي إليها ما تتكلم عنه، وقد تدور حوله من حيث النظر إلى الثواب الأخروي، وهكذا. فيقولون مثلا والله سورة البقرة، مثلا سورة البقرة تتكلم عن المعنى الفلاني، ما أريد أسبق الحلقات، لكن مثلا والله يقول لك يا أخي سورة البقرة تتناول معنى معين، معنى مركزي، هذا المعنى المركزي يدور في السورة من أولها إلى آخرها. مثلا معنى الاستخلاف، يقول الله هذه السورة تدور حول استخلاف الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة. من هنا بدأ العلماء ينظرون إلى أن والله هذه السورة فيها معنى الاستخلاف، ثم ينظرون بعد ذلك ما الذي يستتبع هذا الاستخلاف، ينظروا إلى استخلاف ناجح، استخلاف فاشل، استخلاف كذا، ثم منهج الاستخلاف، ثم عقبات الاستخلاف، ثم تحديات الاستخلاف، ثم أصناف الناس تجاه الاستخلاف، وهكذا. مثلا يأتوا بعد ذلك إلى سورة أخرى كما تفضلت، مثلا سورة الكهف، يجدوا أن هذه السور والله فيها 4 قصص، يقولون والله هذه القصص معظمها له ارتباط بقضايا الفتن، ويربط هذه القصص وعلاقتها بالفتن مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن والله من قرأ سورة الكهف عصم من الفتن، وهكذا. فلوحظ بأن القرآن بكليته له مقاصد، وبأجزائه له مقاصد، وبسوره أيضا له مقاصد. جميل. نعم. طيب شيخ حسن، لو تحدثنا عن مسميات السور، هي بلا شك كما يقول العلماء توقيفية. فسورة الفاتحة مثلا سميت بالفاتحة وسميت بأم القرآن، وسورة البقرة سميت بالبقرة، وآل عمران بآل عمران. هذه التسمية للسور هل لها ارتباط بالمعنى الذي تهدف إليه السورة أو ليس له ارتباط؟ وبلا شك أن التسمية على الأقل ستحتل لبنة من لبنات السورة. جميل. وإن لم تكن والله هي المقصودة لذاتها. يعني سورة البقرة الآن مثلا ستلاحظ بأن والله هذه المسيرة الهائلة التي تذكرها سورة البقرة، الحديث عن الاستخلاف وغيره، ثم تكون هنالك بقرة تذبح لقضية ما الرابط بين هذا الذبح وبين فيبقى هنا لماذا والله هذا الذبح؟ ستلاحظ بأن هنالك مسألة الاستقامة على المنهج، ومسألة التحايل في المنهج، ومسألة الاستقامة ومتطلباتها، ومسألة سرعة التنفيذ، ومسألة التأخير. أيوة، مسألة التسليم، مسألة التأخير، مسألة التقديم، هكذا. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من عدله وحكمته هذه البقرة التي ذبحت لحكمة أرادها الله ولمعنى الاستسلام أقام لها مقاما، لم يتركها هكذا يعني هملا، بل أراد الله أن تسمى هذه السورة بهذه التسمية وفقا لمقتضيات التسليم التي فعلا يعني واردة في هذه آل عمران. خلينا نأخذ بعض السور فقط. سورة آل عمران بلا شك يعني عائلة آل عمران من العائلة التي اصطفاهم الله عز وجل. هذه السورة امتلأت بكثير من يعني التوجيه والإرشاد والابتلاءات التي مر بها الصحابة، والأمر بالتقوى والأمر بالصبر والبعد عن المعاصي، وابتلاء يعني الابتلاء الذي يحصل بالموت، كل نفس ذائقة الموت، الابتلاء الذي يحصل بأهل الكتاب. لو تلخص لنا مفهوم هذا المعنى، لماذا اختصره رب العزة والجلال بسورة آل عمران؟ طبعا نحن إن شاء الله في التسلسل سنلاحظ بأن هنالك ارتباط مباشر بين خواتم السور وبدايات السور. يعني سورة الفاتحة ختمت بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البقرة مباشرة افتتحت بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جميل. ثم تحدثت عن الأصناف، والأصناف أيضا سنأتي إليها إن شاء الله في سورة الفاتحة أيضا واردة. سنأتي إليها، نعم، بس أنا أقصد الأسماء يعني الآن. موضوع الشاهد هنا البقرة لو تلاحظ من أولها إلى آخرها تتناول المغضوب عليهم بني إسرائيل، يعني الذين ضلوا من بني إسرائيل. لم تركز على
النصارى كثيرا إلا لماما، لكن ركزت على اليهود اللي هو المغضوب عليهم. القسم الثاني سبحان الله غير المغضوب عليهم، كأنما الله فصل المغضوب عليهم في سورة البقرة، ثم جاء إلى آل عمران ركزت سبحان الله في النصرانية وليس في إيه؟ في اليهودية. نعم سبحان الله. النصرانية سيكون ميلاد عيسى عليه السلام وكذا وتربيته وكذا، كلها في أسرة إيه؟ هاي في هذه الأسرة آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا تلاحظ زكريا وكذا، فالمسألة لها علاقة به، لكن الفكرة المركزية فيها بهذا النبي الذي سيولد من هذه الأسرة، والذي كان نذر يعني المسألة ما هي القصة لها ارتباط بمريم، لها ارتباط بزكريا، لا. فالقضية حتى هو نفسه ما هو شكل من أشكال الأدعية، هو نفسه ما كان خاضع لسلسلة دعوات. صحيح. مريم تقيم نذرا وزكريا يدعو الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسرة كانت أسرة إيمانية، لكن المعنى الكلي في السورة يدور حول النصرانية. جميل. نعم جميل. هذا يعني هذا التوضيح في معاني السور وارتباطها بالقرآن الكريم. الآن نفتتح إن شاء الله وندخل في أول سورة من كتاب الله، سورة الفاتحة، وتسمى بسورة أم القرى، وآياتها 7 كما أم الكتاب أيضا. فهذه السورة العظيمة ورد فيها فضل كبير في أنها 7 المثاني، وأنها نزلت من العرش، ولها يعني شيء عظيم حقيقة. وأمرنا أن نقرأها في كل صلواتنا أكثر من 17 مرة. قبل أن ندخل ونخوض في مقاصد هذه السورة وماذا تعني، نريد أن تحدثنا عن فضلها ومكانتها. وعن سورة الفاتحة كما يقول بعض العلماء، يعني الله سبحانه وتعالى جمع كل الكتب والصحف والرسائل التي أنزلها على رسله في التوراة والزبور والإنجيل ككتب سابقة للقرآن، ثم جمع الله سبحانه وتعالى القرآن، ثم جمع الكتب هذه في إيه؟ في القرآن الكريم. يعني خلاصة ما في هذه الكتب وجد في القرآن. جميل. ثم لخص القرآن الكريم ومعانيه ومقاصده وكل ما فيه في سورة الفاتحة. سبحان الله. إذن يكفي سبحان الله إذا أردت أن تعرف فضل هذه السورة أن تعرف أن فيها المعاني الكلية للقرآن الكريم. ولذلك الكتاب الآن ولله المثل الأعلى، الكتاب الآن لما يفتتحون كتبهم يحاولوا في الافتتاحية يعطوا مضمون الكتاب، يعطوا مضمون إيه؟ مضمون الكتاب. سورة الفاتحة تعتني بمضامين الكتاب العزيز، فتكاد ما من مقصد ولا معنى كلي ولا أركان الإيمان الكبرى إلا ولخصتها هذه السورة. والسورة نفسها أيضا كما قيل إذا كان القرآن لخص في الفاتحة فإن الفاتحة أيضا لخصت في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. يا سلام. والدين كله، ما هو الدين كله؟ هو عبادة الله والاستعانة على عبادة الله، هي غايات ووسائل، مش كده؟ يعني الدين كله لا يخرج عن أنه غايات ووسائل. فالغايات نلخصها في عبادة الله سبحانه وتعالى، والوسائل نلخصها في إياك نستعين. إذن هذه السورة بهذا المعنى جعلها الله تبارك وتعالى مفتتح الكتاب فسميت بالفاتحة، وسميت بأم الكتاب لأنها فعلا كل معاني الكتاب تعود إليها كالأم التي يعود إليها أبناؤها، يعود إليها الأبناء. سبحان الله. وسميت كذلك بالشافية لأن القرآن فيه شفاء للناس، وملخص هذا القرآن كله في سورة الفاتحة، فمن حافظ عليها وقرأها للاستشفاء أيضا كانت له شافية. بل أوصل الإمام السيوطي عليه رحمة الله في كتاب علوم القرآن أكثر من 20 أو 27 اسم لسورة سورة الفاتحة. نعم. فهي من السور العظيمة جدا، لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، طبعا حديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج، جعلها ركن من أركان الصلاة التي هي العماد الأول للإسلام. جميل هذا التوضيح في بيان فضل الفاتحة. طيب شيخ حسن،
نحن نجد أن الفاتحة في القول الراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها، آية من آياتها، فهي لا تبتدئ بالحمد لله، إنما تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم بالإجماع على أنها آية من آيات الفاتحة، بالإجماع على أنها افتتاح أو أوائل السور، وأنها جزء من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي: الفاتحة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، اسمين عظيمين من اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، تكرر في سورة الفاتحة 4 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، الرحمن الرحيم. ماذا يعني هذا يا شيخ حسن؟ طبعا هذا سبحان الله من الأدب العظيم جدا الذي نتربى عليه من خلال سورة الفاتحة ومن خلال مبتدأ ومفتتح كتاب الله سبحانه وتعالى، هو أن مبتدأ كل شيء يجب أن يكون بسم الله. جميل. فأنت تأكل بسم الله، وأنت تدخل إلى زوجك بسم الله، وأنت تدخل إلى الإسلام بسم الله، وأنت تقرأ بسم الله، وأنت تطلب العلم بسم الله. يعني حتى لما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، تقرأ بسم الله. فهذه طبعا مسألة مهمة جدا فلسفيا الآن بعيدا عن، بمعنى نحن بسم الله نفارق المادية ونفارق الوجودية ونفارق العدمية ونفارق كل الذين نحوا الله عن الوجود، ولله المثل، الذين يقولون بأن والله نحن نريد أن نتعامل مع الحياة مع الطبيعة مع الإنسان بلا الله. تعالى الله عما يقولون علوا لا يستطيعون. نحن بالنسبة لنا لا، الأمر خلاف ذلك. المسلم الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى كل شيء في حياته يبدأه بإيه؟ بالبسملة. فابتدأ الله تبارك وتعالى كتابه بإيه؟ بسم الله. هنا سبحان الله افتتح أنه ابتدأها، أن المبتدأ بسم الله اسمين عظيمين: الله اسم الألوهية، الرحمن اسم الربوبية، الرحيم سآتي إليه. لكن لاحظوا هنا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تلاحظ بأن أسماء الألوهية كلها تدور في فلك إيه؟ الله. والله من الألوهة، والألوهة هو من تألهه القلوب وتتعلق به وتتضرع إليه وتحبه، فهو المألوه. إذن الله اسم إيه؟ اسم الجلالة المتعلق بالألوهية. جميل. الرحمن لأن الله سبحانه وتعالى الله فيه صفات الألوهية وفيه صفات الربوبية، فاسم الله الرحمن، اسم الله الرحمن له علاقة، أو خلينا نقول هو اسم الربوبية الجامد. يعني أنا لا أميل إلى أن الرحمن اسم مشتق، الصحيح والراجح أنه اسم إيه؟ اسم قائم بذاته من غير أن يكون هو مشتق من الرحمة. ولذلك لما كان هو اسم يحتمل الأمرين، لأنه اسم ربوبية، اسم الربوبية سبحان الله يختص بأنه تجتمع فيه صفات الجلال وصفات الإكرام. اسم الربوبية فهو بربوبيته معطي ومنعم وفيه كل صفات الإكرام، وبربوبيته فيه صفات الجلال، كونه منتقم، كونه جبار، كونه عظيم، كونه كذا. ولذلك سبحان الله هذه التسمية نلاحظها في سورة في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، بما ختمت؟ قال تبارك اسم إيه؟ ربك ذي الجلال والإكرام. كأنما هذه التسمية التي بدأنا بأي آلاء ربكما تكذبان، بأي آلاء ربكما تكذبان، هذا الذي جعلني أقول بأن الرحمن صفة اسم إيه؟ اسم ربوبية. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فالربوبية جمعت لنا أمرين. طيب لما كان اسم الرحمن يحتمل صفات الجلال ويحتمل صفات الإكرام، كان هنالك سؤال طبيعي: بما سيترجح هذا الكتاب؟ هل بصفة الانتقام أم بصفة الجبروت أم بصفة يعني هل سنأخذ صفة جلال أم صفة إيه؟ إكرام. جميل. فجاءت الرحيم لتقول لنا بأن القرآن الكريم ترجح فيه صفة الرحمة على صفة إيه؟ ورحمتي وسعت كل ورحمتي وسعت كل شيء.
نعم. فبسم الله الرحمن الرحيم هنا أنت تلاحظ بأنك ابتدأت وأنشأت القراءة بسم الله، وأنشأتها بأسمائه الكبرى اللي هو الله والرحمن، ورجحت صفة الرحمة وصفة الإكرام وصفات العطاء على صفات الكبرياء وإيه والانتقام وكذا. فكأنما من يدخل على هذا القرآن الغالبة فيها إيه؟ هي صفة الرحمة، إلا من أبى، إلا إيه؟ إلا من أبى. إذن في افتتاح سورة الفاتحة فيه وصف للرب سبحانه وتعالى، حيث بدأ بسم الله، فالله عز وجل اسم من أسمائه يدل على الألوهية والتعبد والتعظيم. الرحمن الرحيم فيه صفة الربوبية كما ذكرتم، وفيه صفة الرحمة التي هي يرحم الله عز وجل بها عباده. ثم رجع فقال الحمد لله رب العالمين، ثم عاد فقال الرحمن الرحيم، وهو تأكيد يبدو لي على المعنيين اللذين أنت ذكرتهما. نعم. لكن دعنا الآن نتحدث عن قضية الحمد لله. ما المقصد من هذا الحمد؟ المعنى عرفناه، هو وصف الله عز وجل بالثناء والمحامد التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويستحقها كإله سبحانه وتعالى. لكن بدأ فقال الحمد لله. ماذا يعني لي أنا كعبد؟ أنا ماذا يعني لي كعبد؟ نعم. لما نقول الحمد لله رب العالمين. هنا سبحان الله إذا نظرنا إلى عملية الاتصال، أنا خلاص كأنه هنالك مؤمن يؤمن بالله ويؤمن بكتابه ويؤمن برسوله، وابتدأ هذا الكتاب لتلاوته وقراءته بالاسمين العظيمين الله إيه؟ الرحمن. هذا ماذا يعني؟ إن والله أنا أوجدني الله فهو ربي، وجعلني أؤمن به فهو إلهي، وأنعم علي بالإسلام، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو رحمة. ألا يستحق كل ذلك الثناء والحمد منك؟ نعم يستحق. إذن ابتدأت أنت إيه؟ ابتدأت بعد التنشئة، بعد البداية بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت مباشرة في الثناء على الله سبحانه وتعالى على كل ما هو أهل له. فالله سبحانه وتعالى يحمد على الخلق والإيجاد، ويحمد على إرسال الرسل، ويحمد على إنزال الكتب، ويحمد على تتابع النعم التي تتوالى علينا، ويحمد على هداياته سبحانه وتعالى، ويحمد بعد ذلك على جنته عندما ندخلها. فلذلك ستلاحظ أنت عملية الحمد عملية مستمرة، ويستحق الله سبحانه وتعالى الثناء على كل ذلك. فأنت كأنما تقول يا ربي يا من أنزلت إلي هذا الكتاب، لك الحمد ولك الثناء، وأنت ربي وأنا أقر بربوبيتك، وأنت رب العالمين، تقبل ربوبيتي، وأنا العبد الضعيف الصغير الذي لا أساوي شيء في ملكوت هذا الكون. فأنت لك الحمد والثناء على أن جعلتني عبدا لك، وعلى أن جعلتني أثني عليك، وعلى أن جعلتني أتدبر كتابك، وبالتالي أنت تفتتح الكتاب بالحمد لله رب العالمين. جميل. الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا حديث عظيم. نعم. يبين معنى الفاتحة ويلخصه. شيخ حسن، لو تشرح لنا الرابط بين هذا الحديث وبين معاني ومقاصد الفاتحة. يبدو لي أن هذا الحديث متعمق
في هذه المقاصد، وهو في الصلاة طبعا. يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هناك حوار بين العبد وبين ربي. لكن لا أعني أنا هذا، أنا أقصد بمعنى لما يقول الرب سبحانه وتعالى في الحمد لله رب أثنى علي عبدي. أنت تطرقت لهذا وشرحت ما معنى الثناء. هو سبحانه استحق الثناء على أنه هداك جعلك مسلما، ولم يجعل أبويك يهوديا ولم تكن أيضا من عباد البقر ولا من عباد، جعلك الله عبدا، فهذا سبحانه وتعالى له الحق الحمد. لكن ما بعده في قوله رب العالمين، كلمة رب العالمين ماذا تحدث في نفسي أنا كعبد؟ هنا طبعا سبحان الله من القضايا المهمة جدا في موضوع المقاصد على وجه التحديد. لاحظ بأن من أعظم المقاصد التي استهدفتها سورة الفاتحة بيان أقسام التوحيد الثلاث التي يتكلم عنها العلماء. ففي سورة الفاتحة توحيد الربوبية، جميل، رب العالمين. وفي سورة الفاتحة توحيد الألوهية، الحمد لله، فأنت حمدت الله بألوهيته وأيضا بربوبيته. ففيه توحيد الألوهية وفيه توحيد الربوبية وفيه كذلك توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم فيه الأسماء وفيه الصفات. جميل. إذن هنا تلاحظ بأن أقسام التوحيد اشتملتها هذه السورة، اشتملت عليه هذه السورة. ثم الركن الثاني إذا اعتبرنا بأن أعظم الأركان الإيمانية في موضوع أركان الإيمان، يقولون الأصل فيها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. مرتكز قضايا الإيمان هو أن تؤمن بالله وتؤمن بالآخرة. جميل. هذين آمن الرسول ما أنزل إليه اللي هو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. لاحظ الله. كثير من الآيات تبتدي بقضية الله اليوم الآخر، الله اليوم. لذلك الفترة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. إذن تلاحظ بأن هذا طيب اليوم الآخر حتى تصل إليه وتعمل لأجله يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى الرسول والرسالة، فتضمنت بشكل عن طريق اللوازم النبوات والرسالات. لذلك أصول الإيمان اللي هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل والنبوات اشتملتها بس هذه الثلاث آيات. جميل. لأنه خصوصا عندما تقول والله إياك أعبد وإياك أستعين، كيف ستعبد الله؟ لابد من رسول، لابد من رسالة. صحيح. وموضوع الرسالة من خلال مالك يوم الدين ولوازم هذا العمل، ومن خلال إياك أعبد لابد أن يكون في رسالة ولابد من رسول. صحيح. ولذلك ثم بعد ذلك جاءت قضية الرسالة أيضا في اهدنا الصراط المستقيم، صنعت إليها. بس نعم. أنا كنت أريد تعليق قضية حمدني. نعم. وأثنى علي. نعم. ومجدني. أحسن. هذه ثلاثة يا شيخ حسن. هنا سبحان الله، يعني أنا كنت أفكر في أنه والله قسمت الصلاة طبعا في الناحية اللغوية هي الدعاء. فهل المقصود والله سورة الفاتحة هي دعاء؟ لو لاحظت هي شكل من أشكال الدعاء بين دعاء الذكر ودعاء المسألة، ليس أكثر من والذكر كله دعاء ذكر ودعاء أو الدعاء هو عبارة عن مسألة أو ذكر. في البداية الآن هي اشتملت على الذكر وانتهت بإيه؟ بدعاء المسألة اهدنا الصراط المستقيم. فهنا تلاحظ بأن إن اعتبرناها الصلاة ذات الحركات هذه، فالمهم أثناء التلاوة الصلاة كأنما أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى والله يخاطبك، كأنما تخاطب الله والله إيه. هذه الحالة طبعا حالة عظيمة جدا إذا استشعرها الإنسان. نعم صحيح. أولا تخرج الإنسان سبحان الله تماما من دوائر الوسائط والشفعاء. الحمد لله رب العالمين مباشرة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. بيني وبين ما في وسيط، لا في ولي وسيط، لا في عبد القادر الجيلاني، هذا كله غير ولا في الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة أحسن. ولا في فلان ولا ما في. هذه ليست. نعم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. طيب. رائع. قال فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي. يا سلام. وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. معناته إن الله عز وجل قريب من العبد، إن الله قريب يسمع منه ويراه وهو نعم. الله سبحان الله. ولا يكون معنى الخشوع في الصلاة إلا بهذا النوع. نعم. أن تستحضر هذا المعنى. يعني
الحمد لله رب العالمين الرحمن، لا، أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين وكان النبي يتوقف، فأنت تخاطب الله والله يسمعك. والتوقف له دلالات كأنما تنتظر الرد من الله. يعني يا شيخ حسن الآن ملايين البشر يقفون في صلاة التراويح وكلهم يقول الحمد لله رب العالمين. هل الله يسمع هذا الحمد من كل عبد؟ يسمع من كل عبد، بل ومن كل مخلوق في الأرض وفي السماء دون أن يشغله شيء عن شيء، ولا تختلط عليه الأصوات، ولا تختلط عليه الأصوات، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى لقد أحصاهم. نعم. أنت الآن سبحان الله بمجرد بس يأتيك ولد من يمينك ولد من يسارك يقول يا أخي أصبر علي شوي، اسكت شوي. الله سبحانه لا يشغله شيء عن شيء، بل كل هذه الأشياء بالنسبة له كالحالة الواحدة. إذن أنت سبحان الله يجب أن تدرك أول هذا البعد وتتفاعل مع سورة الفاتحة بهذه الطريقة، وتدرك من أعظم مقاصدها أولا أنك عرفت الله بربوبيته، وعرفت الله بوحدانيته، وعرفت الله بأسمائه وصفاته، وتعاملت معه دون وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. يبقى أنت قضيتك كيف تستجيب لله سبحانه وتعالى حتى تنال إن شاء الله هذه مالك يوم الدين. أنت أشرت إلى أنه يشير إلى يوم القيامة. نعم. وهذا أيضا هو البعث، الإيمان بالبعث، وفيه رهبة وخوف أن فيه حساب. مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. ذكرتم أيضا شيخ حسن في معرض كلامكم أن هذا يدل على معان عظيمة فيما بين الخالق والخلق. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة هي التوحيد التي تعطى لله سبحانه وتعالى. ما المقصود وإياك نستعين؟ هل صحيح أن نستعين في كل شرائع الدين؟ نستعين سياسيا، نستعين بك سياسيا، نستعين بك عسكريا، نستعين بك اقتصاديا، نستعين بك اجتماعيا، نستعين بك قضائيا، نستعين بك فرادى، نستعين بك جماعات، نستعين بك على أعدائنا، نستعين بك على كل. هل يدخل في هذا؟ نعم. الله يجزيك خير. طبعا أولا بس خليني أقف مع مالك يوم الدين وملك يوم الدين. جميل. طبعا هنا يوم الدين هو يوم الجزاء، اليوم الذي يجازى فيه الناس يوم القيامة. يوم القيامة. لا. وهو سبحان الله استحضاره مهم، ومن غفل عن هذا اليوم أو تجاهله أو كان فيه يعني متناسيا غير مبالي فإن الخطر الذي ينتظره خطرا عظيما. لا. ومن خسر حقيقة الخسران فهو من خسر يوم القيامة، يعني ليس من خسر الدنيا. الدنيا هذه يعني يوم علينا ويوم لنا. لا. ويوم نساء ويوم نسر. أما في الآخرة الملف مختلف جدا. فالله تبارك وتعالى أولا أيضا أكد في أن موضوع يوم الدين ملك له ومالكه. فالله عز وجل ملك يوم الدين. الثمانية قرؤوها ملك، والثلاثة قرؤوها مالك. طيب، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. طبعا قالوا كل ملك مالك، وهي أبلغ، يعني قراءة الثمانية ملك يوم الدين. نعم. ومالك يوم الدين. نعم. جميل. فهي مالك وملك، وكل ملك مالك كما قالوا. لكن المعنى المهم فيها شيخنا معنى مهم جدا، وهو أن تستبعد أي شكل من أشكال أن يشارك الله أحد يوم القيامة في ملكه لهذا اليوم أبدا. كل شيء تحت سلطان. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد كثير من القهار. الذين كانوا يتصورون بأن أموالهم ينفعهم وأولادهم ينفعهم والأولياء ينفعونهم والأنبياء ينفعونهم وأصحاب السلطة أصحاب السلطة ينفعونهم تنقطع كلها. والظلمة والمجرمين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن هذا المعنى استحضاره مهم في سورة وهو مقصد من مقاصدها، أن الله إذا كنت تقر أنه ملك يوم الدين ومالك يوم الدين فيجب أن يكون السلطان كله تجرده لله تبارك، الذي هو مالك يوم الدين الذي أنت تسير إليه. هنا تنزع إذا عظم ملك الله
وملكوت الله سبحانه وتعالى في قلبك، نزعت كل ملك وسلطان من دون الله سبحانه وتعالى في الأرض. نعم. هذا معنى أيضا من المعاني المهمة جدا. نأتي إلى قضية إياك نعبد وإياك نستعين، هي عملية اختصاص كذلك، أن الله تبارك وتعالى مختص بالعبادة، لا شريك له جل جلاله، ولا ند له ولا مثيل له ولا وصيف له، فالله تبارك وتعالى هو المختص وحده بالعبادة. لماذا؟ لأنه هو صاحب الربوبية والألوهية، وهو صاحب الكمال والجلال والعظمة، فبالتالي خص جل جلاله بالعبادة. إياك نستعين كما تفضلت هي استعانة في كل شيء، استعانة في دعنا نعود بس نعم لمسألة مالك وملك، نعم، وبعدين ننتقل لهذا الموضوع. وسوف نختم مرورا سريعا ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكن هنا في سورة غافر قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذروا يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سؤالي بعد أن قال لمن الملك اليوم والأمر أصلا وعنت الوجوه للحي القيوم، فلا تسمع إلا همسة. ما في أصلا صمود. أين الملوك؟ ملوك الدنيا والجبابرة والرؤساء وإلى آخره، ما في همس، تسمع همس. هنا قال لمن الملك اليوم، وسؤال سبحان الله كأنه تقريعي. وبعدها قال لله الواحد القهار. سؤالي لماذا ختم بالواحد القهار؟ قهار سبحانه وتعالى. الله يجزيك. فكأن فيها سبحان الله يعني فيها هو طبعا نحن قبل العام الماضي فعلا زي ما تفضلت كنا نتكلم عن قضية الأسماء وختام السور وكذا. طبعا المقام يا شيخ برهان هنا تحديدا السياق الذي ورد فيه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم هو سياق غضب. قد غضب الله غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. هذا المقام. ولما الغضب؟ هؤلاء الذين كانوا يظلمون الناس ويفسدون في الأرض ويقطعون السبيل ويأتون بالفواحش، وكانوا يتصورون بأن والله يا أخي لا شيء يقف دونهم ولا شيء يحول دون شهواتهم ورقباتهم. المقام مقام إيه؟ مقام يستحق الشدة، القوة والشدة. لذلك قالها بعدها فختمها بأمرين: الوحدانية، أنه لا أحد ينازعه في هذا اليوم وفي هذا الملك. اليوم يعني في الدنيا ملوك ورؤساء والناس ملكهم الله يتشاكسون ويتنازعون، أما هنا لا، من ملك واحد الواحد. نعم. القهار. ساحة يوم القيامة هي ساحة عبيد لا ساحة عباد، ولذلك كل لفظة العبيد ما جاءت في الدنيا، فهنالك القهر. معليش أعد هذا المفرد. لحظة عبيد، ساحة عبيد، ساحة عبيد لا ساحة عباد. ما الفرق؟ أيوة، هنا الله تبارك وتعالى في الدنيا يتعامل معنا كعباد، والعباد فيها مساحة حرية، يعني ممكن تعصي وممكن تطيع ويتركك. نعم. لكن تعال يوم القيامة الكل المنطق منطق عبيد، السلاسل، الأغلال، الملائكة، الأمور، فالوضع اختلف. لماذا؟ أصحاب الجنة سيذهبون إلى الجنة وأصحاب النار سيذهبون إلى النار، شاءوا أم أبوا، كده خلاص. ما هي ولذلك ناسبتها إيه؟ القهر، ناسبها القهر. ثم بعد ذلك طبعا ستأتي قضية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وهذا. ولذلك قال بعدها اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. الله أكبر، الله أكبر. لا ظلم اليوم. أيضا إن الله سريع الحساب. هنا اللفتة الجميلة سبحان الله. أي والله. قد يتبادر للبعض لو أنه وقف هنا الواحد القهار، قد يتبادر أن يكون في ظلم. لا يقول لك أنا قهري الله ووحدانيتي الله. لا يعني أن أظلم العباد. الله. فالكل اليوم في الوقت الذي يا أخي القرآن هذا مرتب ترتيب عجيب يعني. نعم، ما في شيء تفوته. نعم. فهو سبحان الله حتى ما يختلج القلوب والأذهان والضمائر تجد جوابهم مباشرة. الله لون عليم، لا يعلم من خلق. إن والله هذه اللحظة قد ترد عند الناس سؤال: اليوم تجزى كل نفس نعم
بما كسبت بما كسبت. لا ظلم لذلك اليوم سبحان الله إن الله عمر رضي الله عنه لا لما إله جاء قاتل أحد قرابته وقال له إني أكرهك أو أبغضك لذلك تنحى عني وكذا، قال هل يمنعني ذلك من حقي يا عمر؟ قال لا، قال إنما يأسى على حب النساء. هذا قضية تحبني ما تحبني مش مشكلة، أهم شيء هل عندما أنت والله تكرهني هل سيمنعك ذلك؟ قال لا، وعمر صاحب العدل. نعم. فكيف بالله جل جلاله. الله بالله. سبحانه. نعم. طيب بقي معنا أن نختم سورة الفاتحة شيخ حسن، والله ما شبعنا منها والكنترول أزعجوني، انتهى الوقت. فنريد أن نختم فيما معنى لماذا ختمت الآية اهدنا الصراط المستقيم؟ ما المقصود بالهداية؟ ولماذا قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ يعني كل من اهتدى أنعم الله عليه؟ نعم. هل كل من اهتدى أنعم الله عليه؟ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هذه نعمة من الله، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم ولماذا حذرنا أن نكون منهم ولا الضالين؟ ثم نختم. طبعا نحن دخلنا كما تفضلت في الثلث الأخير من سورة الفاتحة، وقالوا أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. سورة الفاتحة سبحان الله الرحمن الرحيم، ثم جاءت اهدنا الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك أنعمت عليهم، فأولها رحمة وأوسطها هداية، اهدنا الصراط المستقيم. بعد أن حدد إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت بحاجة إلى الهداية في عبادة الله، وأنت بحاجة إلى الهداية في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك هداية إرشاد وبيان من خلال أوامره ونواهيه، أو كان ذلك هداية توفيق وسداد ومعية من الله، فأنت محتاج للأمرين معا، وهذا سيصحبك في جميع سور القرآن الكريم. أحسن. وهنا دخل معنا سبحان الله مفهوم القدر كأحد أركان الإيمان، اشتملته السورة ولكن بطريقة إيه؟ كيف؟ اهدنا الصراط المستقيم. قضية الهداية، أيوة. الهداية والإضلال والأشياء هذه لها علاقة بإيه؟ بمفهوم القدر. نعم. ومفهوم القدر له علاقة بمسألة إيه؟ مسألة الهداية الإرشاد وهداية البيان. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب أنت طلبت الهداية، سبحان الله تلاحظ بأن هذه موضوع الهداية دوما نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كنت أحب حقيقة لو كان هنالك زمن ما هو هذا الصراط الذي طالبنا الله أن نطلبه دوما. نعم. ستلاحظ رأس هذا الصراط عبادة الله، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم كده. ولما جاءت الوصايا العشر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا. فالصراط واضح عشان ما تلتبس عليك إنه الصراط عنده معالم كبرى: توحيد الله، بر الوالدين، عدم قتل النفوس، عدم الفواحش، عدم كذا، القسطاس المستقيم، عدم الإثم كذا، ثم ختمت وأن هذا صراطي. إذن الصراط الذي ندعو الله يا سلام يا سلام ليل نهار إنه فيه قضايا التوحيد وفيه قيم إيه؟ المحرمات، إنك تجتنب المحرم. فإذا اجتنبت المحرمات وأتيت بالتوحيد فقد نلت الهداية العظمى والهداية الكبرى، التي هذه الهداية أو هذا الدرب حتى تكون الصورة فيه واضحة. أنت طلبت الصراط الذي سلكه من أنعم الله عليهم، وهم في سورة النساء من أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء. والصنف الثاني هم الذين تعاملوا مع هذه الهداية وقد علموا معالمها وأدركوا أسرارها ولكنهم لم يأخذوا بها، فهؤلاء المغضوب عليهم. وهنالك طائفة أخرى لم يفتح الله عليهم بالهداية ولم يتعرفوا على معالمها، وهؤلاء هم الذين ضلوا السبيل وضلوا الطريق. ورأس المغضوب عليهم كما جاء في بعض الروايات هم اليهود، ورأس الضالين هم النصارى، ولكن المعنى أوسع بطبيعة الحال من اليهود وأوسع من النصارى. فالمغضوب عليهم في القرآن الكريم كثر. جميل. لكن شيخ حسن أنت لفت انتباهي لموضوع الصراط المستقيم. نحن نحتاج أن نذكر به أنفسنا وإخواننا المشاهدين. نعم. وقد ورد في سورة الأنعام. نعم. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. وبالوالدين إحسانا. نعم.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم. وبعهد الله أوفوا. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مشاهدي الأكارم، ما شبعنا من كلام ربنا. العجيب الغريب مشاهدي الأكارم ومشاهدات الكريمات أن سورة الفاتحة بالذات مهما قرأتها في الصلوات لا تمل منها أبدا. يعود الإمام ليقرأ سورة الفاتحة في أكثر من 11 ركعة، وبعض الأئمة يقرأ 23 ركعة، وفي كل مرة الحمد لله رب العالمين. لها لذة ولها طعم. لا أعلم ما سر ذلك، ولكن ضاق بنا الوقت. نعود إن شاء الله لنفهم لماذا لا تمل نفوسنا من تكرار سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة. بلا شك أن هذا إعجاز، ولكن سنفهمه إن شاء الله في الحلقات القادمة. في هذه الأكارم أراكم بعد غد إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. وفقكم الله إلى صيام شهر رمضان وقيامه كما يحبه ويرضى، نحن وإياكم وجميع المسلمين. أتقدم بالشكر الجزيل فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، كما أشكركم على حسن المتابعة، وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يكتبنا من عتقائه من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله